خليها هيك بالوجه. هسه انا اول شيء عندي كاسه راح اضيف بيها كوب عدس احمر، راح انزل فوقها مي مال بوري. بسم الله. ونغسل العدس ونغسله مرتبه بهذا الشكل. وهيك تمام حبايبي. هسه راح اصفيه من هذا المي. بسم الله. بس هنا عندي جزرايه وعندي بصلايه، راح نقطع البصل شرايح مثل ما تشوفون، والجزر هم راح نقطعها شرايح. وهيجي تمام. هسه وين عد قبل على الطباخ. هنا راح نجيب جدر، راح اضيف بيه شويه زيت زيتون، وراح اضيف وياه قطعه زبد تعطي فد نكهه تخبل للشوربه. هسه راح ننزل البصل والجزر اللي قطعناهن. بسم الله. ونعطيهم فد حمسه معدله. وبعد ما حمسنا البصل والجزر فد حمسه معدله، هسه راح اضيف كوب عدس اللي غسلناه. بسم الله. وراح اضيف له ملح، طبعا كميه الملح حسب رغبتكم، فد حمسه بسيطه. وبعد ما حمس عندنا العدس راح اضيف لتر ونص مي حار يغلي. هسه حبايبي هاي الوقفه راح نشيلها. بسم الله. هسه حبايبي على نار ناصيه وراح اغطيه واتركه الى ان يستوي عندنا العدس. هو ما ياخذ وقت تقريبا ربع ساعه بالزايد عليه. وهاي هنا بعد مرور ربع ساعه. بسم الله. يا سلام. بس حبايبي بالهاند بلندر وندرخها درخه معدله. بسم الله. وهيجي تمام. اهم شيء نتاكد انه كل المواد اندرخت عندنا. يابا وهيجي الشوربه مالتنا صارت لوز اللوز. وهسه حبايبي راح اضيف عصره ليمونه كامله. طبعا اللي ما يحب الحموضه ممكن يستغني عنها. ملعقه صغيره بابريكا، ملعقه وسط نعناع يابس، ونخلطها خلطه معدله. بسم الله. وهيجي تمام حبايبي. هسه راح اتركها على النار ناصيه حسب 5 دقائق تفور لها بتفوره فورتين وبعدها تكون جاهزه. يابا هسه نقول بسم الله. شوفوا لنا الجمال حبايبي، اذا مو على العالم مو قبول. وهسه اخر شي حبايبي راح نضيف اضافه اختياريه اللي هي بصل مقلي. خليها هيك بالوجه وتصير الشوربه مالتنا متكامله. وهاي اطيب شوربه عدس ممكن تجربوها على الطريقه التركيه، اذا مو على العالم مو قبول. يابا هسه نقول بسم الله ونذوق. يا ويلي. تفضل يابا. بسم الله. متكامله، والبصل معطيها نكهه الا رهيبه يا جماعه. يعني على العالم وبجدارة. ومثل ما شفتوا حبايب الطريقة كلش سهلة وما يراد لها شيء. جربوها برمضان ورمضان كريم علينا وعليكم. لنا حبايبي وصلنا نهاية الفيديو. ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد. تحياتي لكم.